الشباب شوف. هذا يبقى السؤال الدائم، ليش لا أنا تليفون الحمام؟ ألو؟ نقدر نقول عادية مو واو. صباح الخير من مطار دبي. لا أصور بنص الماركت لأنه عندي رهاب اجتماعي، بس أنا بالمطار مو بالماركت. الفيديو اليوم رح أكون بدي أسافر من دبي إلى العراق على مود نجرب أرخص وأغلى أوتيل ببغداد. صراحة هي تجربة من زمان كان نفسي أسويها، واليوم أنا بالمطار على مود أسويها. المهم بعد شوية طيارتي لبغداد. I'm so excited. رح نجرب ليلة أرخص أوتيل وأغلى أوتيل، ورح نقارن بينهم ونشوف إذا التجربة حتكون حلوة أو لا، وحنشوف إذا هاي التجربة تستاهل إني دا أسافر من دبي لبغداد. أنا حاليا بمطار دبي وأشوفكم إن شاء الله بمطار بغداد. الكل دا يبغى علي والرهاب الاجتماعي دا أحاول أحاربه. You got me so bad, you make it all slow down, not getting closer, you're killing me. You thought it's over, I'm waking alone now, not getting closer. I knew that it was seconds from you losing me, but I just couldn't. مطار بغداد فاينلي وصلت. الرحلة كانت ساعتين، كلش خفيفة ولطيفة، بس الجو اجيت من حر لشيء أحر. اوكي جايز، وصلنا لاول وجهه في فيديو اليوم اللي هو ارخص اوتيل ببغداد حسب التقييمات وحسب شات جي بي تي شويه استعملته. هذا يعتبر من ارخص الاوتيلات ببغداد. الليله تقريبا ب $40 شيء قريب، بس رح اتاكد من جوال. اسم الفندق ملك دجله. المنطقه اللي صار فيها الاوتيل اسمها ابو نواس. يعتبر موقع زين لانه قريب على نهر دجله. هناك نهر دجله. نهر دجلة قريب من ساحة التحرير اللي يعرف بالعراق أو أنتم عراقيين. ساحة التحرير هي من أبرز المعالم السياحية ببغداد. إحنا حاليا كلش قريبين، يمكن 5 minutes بالسيارة على ساحة التحرير. فكلوكيشن واو صراحة حبيت. المنطقة مثل ما تشوفون حلوة، خضار، شوفوا الشارع ايش قد حلو. فنفس ما قلت لكم تعريف سريع عن هذا الأوتيل اسمه ملك دجلة، موقع شارع أبو نواس. التقييم العام تقريبا حسب آراء العالم اللي قالوا فيه 7 من 10. خدمة الفريق 8، نظافة 7، الراحة 7، القيمة مقابل المال 7، والموقع 8، لأنه موقع فعلا ممتاز نفس ما شفتوه. عندنا فيو كلش حلو. فإذا أنت سائح وميزانيتك قليلة هذا الأوتيل أحد حيكون ممتاز، بس بعدنا ما شفنا الغرف فما أريد أي جد يعني المكان لا. فيلا خلينا نستكشف هذا الأوتيل سوا. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. وصلنا للطابق الرابع اللي هو بمعناتنا غرفة. يعني ممرات يعني شوي مو سيئة صراحة ولا واو، تبين ممرات مال بناية. فهاي الغرفة اللي خلناها على 406. بسم الله خلينا نفوت. طبعا مفاتيح الغرف هي تجي هيجي ماكو كارت، لا مفاتيح طبيعية. بسم الله. اوكي مبدئيا اكو سريرين بالغرفة. اوكي الحجم اصغر مما توقعت. تعالوا نشوف. تعالوا نسوي لكم روم تور. ماكو مو هواية اشياء اشوفكم اياها، بس اوكي. اول ما تفوت عندنا نايس، عندنا تسريحة. اول ما تفوتون على ايدكم اليسار عندكم هاي التسريحة. يعني انتم بعدين هنا نسوي ماي ميك اب. واو ترى حلوة. نبغى هنا نسوي اول ميك اب، هنا خلانة، وهنا عندنا جارور، حاطين حتى ايفن استشوار مال الشعر، وسجارة صلاة، وهنا اكو هاي على مود تقعدون عليها مال التسريحة، وهاي هم خزانة. بالنسبة لأول بارت أحس مقبول. أوكي يعني عندنا مكان نسوي أول ميك اب، عندنا مكان نخلي ملابسنا. هنا عندنا أول سرير، هنا عندنا سرير ثاني في حال يعني إذا كنتوا شخصين، وهنا الطاولة اللي بالسرير، عندكم ريموت، عندكم هنا التلفزيون، وعندنا هنا ثلاجة. حاطين لنا الثلاجة والله طشت. بس لازم التست لازم كيف بكل فيديو. 1 2 3. لازم نجرب تجربة من قلب حتى يعني ما نقول نزغم. Got لا حلو التنام والله بالغلط. أقيم السرير صراحة 7.5 من 10 أو 8. صراحة مريح. يعني أنا هسه ما عندي شيء أطلع من النوم أنا ما نايمة. ظل عندنا هسه أكثر بارت أنا متحمسة له الشرفة، لأنه كاتبين كانوا إنه الشرفة مطلة على نهر دجلة. إذا فعلا عندنا فيو على نهر دجلة $40 this is so fine يعني. أو عندنا مكيف عندنا AC، ما راح نموت من الحر. أوكي عندنا هذا الباب السري. بسم الله. ما ادري مفهوم لو اني ما عارفه بالحق. ها بشر الله اكبر. زين شوف. خلا اسحب. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا الباب بعد معنا. واو
ترى والله حلو. جايز هذا الشقة I like the view. ترى والله هذا الشقة أحس الفيو سوبر نايس. شنو رأيك بالفيو؟ واو. بس شوفوا عندنا هنا أشجار خضار وعندنا النهر. هذا نهر دجلة صح؟ نهر دجلة مبين. حاصلين فيو ونهر خضار $40. سو أحس يعني كلش حلو. شوفوا هذا الشارع من جوا تقدرون تشوفون كل شيء. هناك سيارتي هناك على اليمين أقدر أشوف سيارتي هاي. خاف أحد يبوق. صراحة أقيم الفيو 9 من 10. جايز علاو بس الأساطير يتذكروه. بس الاساطير. علاو جيت تقيم الغرفة؟ غرفة قيمة الصراحة. الغرفة من جوا بس. الفيو لا بدون الفيو بس من جوا. من جوا 6 من 10. والفيو؟ الفيو الغرفة تكون 8 ونص. شوف صراحة حبيت الغرفة من جوا. نقدر نقول عادية مو واو. خلينا نقيم سوا. أريد أقيم في شيء تقييم النظافة مال الأوتيل. لأن صراحة بعدني ما شفت إنه هل هو نظيف، هل الأغراض اللي جوا نظيفة. فتعالوا نشوف سوا نظافة الأوتيل. نبلش من هنا مثلا. ماكو شيء. المراية تعتبر هم نظيفة ما بيها شيء يعني واضحة. تشوفوني واضح اوريدي. الكاسات نظيفة ما بيها شيء يعني تقريبا كل شيء نظيف. صراحة الشيتس مبين انهم غيروهم قبل ما نجي. الشيتس هم نظيفة مرتبة. شوفوا حتى حاطيكم الخاولي وكل شيء. سو احس اقدر اقيم نظافة المكان 6 من 10. باي ذا واي انا ما شوفتكم الباثروم. الباثروم. سوري نعتذر عن هذا التدخل. هذا يعني هذا التدخل ما كان بالحسبان. هذا الباثروم كيوت. حاطين شباشب. حاطين شبشب نايك وشبشب سبورت بالحمام. هنا عندنا المرحاض. هنا عندنا المراية المغسلة. حاطين لنا هذا صابون. حاطين شامبو 4 شامبو شيف سيت. وحاطين لنا هم تيث سيت. حاطين صابون كله جديد غير مستخدم صراحة I like it. هنا المكان مال الشاور. there is nothing more to show صراحة يعني هو الحمام صغير بس حلو وبس. والله هذا الحمام وهاي الغرفة. واوريدي شوفتكم الشرفة. قولوا لي انتم شو رايكم؟ مش قد تقيمون الغرفة؟ هل حسيتوها تسوى سعرها او لا؟ اخذوا من عندنا 60,000 دينار عراقي ما يقارب ال40 او $35 تقريبا. فاحس بالنسبة لهذا السعر هيك اوتيل وهيك غرفة بيها كل شيء تحتاجوه اتس سو جود. فاكتبوا لي انتم شو رايكم. هاي جايز رجعت لكم. طبعا انا جيت الاوتيل سويت تشيك ان تقريبا الظهر الساعة 12 او هيك شيء. حاليا الساعة صارت 6 العصر. صراحة ما بدي اسوي شيء. قاعدة عندي امور بدي اخلصها على التليفون مكالمات واشياء وشغل. فاي ثينك اني رح اضل قاعدة رح اكمل اموري. ممكن اطلع ويا صديقاتي وارجع انام. ما عندي هواي اشياء اسويها اليوم. وباكر الصبح ان شاء الله بعد ما انام واقعد رح ننزل ونشوف سوا الفطور. وورا رح اسوي تشيك اوت ورح ننتقل لتجربتنا الثانية واللي هي نقضي ليلة باغلى اوتيل بغداد. حابة نقول شو هواية؟ اشوفكم باكر. اوكي جايز بعد ما صورت لكم ارخص اوتيل ببغداد انا حاليا في اغلى اوتيل ببغداد. احنا حاليا قدام اوتيل بابلون المعروف لا يعرف. هذا الاوتيل جدا معروف ويعتبر من افضل الفنادق بالعراق. تقييمه 5 ستارز كلش قديم من اول الاوتيلات الموجوده بالعراق ومن احسن الاوتيلات. سعر الليله من $200 وانتم طالعين اتوقع يوصل ل 600 الى 700 حسب الروم اللي انتم تختاروها. فحاليا انا اليوم رح اخذ سويت او حاخذ غرفه من اغلى الغرف اللي عندهم حتى نقدر نقيم التجربه من ارخص غرفه الى اغلى غرفه. فتعالوا سوا نفوت على الاوتيل ونشوف شلون حتكون تجربتنا هنا. طبعا انا جايه لهذا الاوتيل قبل بس هاي اول مره رح اكون دا اسكن بيه ودا اخذ غرفه. واو. اول ما نفوت طبعا اجواء الرفاهيه والطبقه المخمليه تبين جوا. عندهم حاطين هنا فينتج كارز. شوفوا هاي الكار فينتج ورقمها فينتج 2. اول ما تفوتون الاوتيل رح تحسون برائحه الثراء وهذا طبعا يعني يفرق اللي حدفوها بالغرفة. طبعا الاوتيل مو بس بغرف، بمحلات جولري، بمحلات سيارات، تأجير سيارات، وبمطاعم، بول، صالون شعر، حلاق رجالي. نفس ما تشوفون عندنا ريسبشن، قاعات مؤتمرات، مطاعم، بودي لاينز وصالون. كل شيء رح تحتاجوه. ما رح تحتاجوا تطلعون من الاوتيل اوريدي لان كل شيء عندكم موجود هنا. هذا القسم هم كلش حلو. هنا يبيعون لوحات اي ثينك. اذا اي احد حاب يرسم ممكن يرسموكم ويسوي لكم رسمه. هذا كله بالطريق طبعا ان اول واي نشوف كل هاي الاشياء. وهذا هو اللوبي مال الاوتيل. وهنا اكون وصلت على الريسبشن. رح اسوي ماي تشيك ان واخذ الغرفه ورح نصعد عليها سوريا. حاليا حنصعد الغرفة. أخذت الغرفة بالطابق الثامن حتى يكون عندي فيو. رقم الغرفة 820. سو اي ثينك حيكون بيها فيو حلو لأنه البارحة الفيو ترى كان يعني تنافسي صراحة. الفيو البارحة كان عندنا بميزانية كلش قليلة كان حلو. فليتس سي هسه شنو حنحصل فيو.
وصلنا للطابق الثامن. نفس ما تشوفون هاي الممرات، وغرفتنا اي ثينك هي هنا صايره كورنر. سو ليتس سي، ناخذ نظره اوليه على الغرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. حنفوت برجلنا اليمين، وانا ماخذه سويت باي ذا واي، اخذت من اغلى الغرف. تفضلوا. اوكي حبايبي، نفس ما تشوفون اول شيء غيرت ماي اوتفيت، حسيت انه لازم البس شيء مناسب اكثر للاجواء الفخمه. باي ذا واي انا اليوم ما قدرت اصور لكم الفطور بالاوتيل الرخيص لانه انا كنت في المستشفى، وانا قبل شويه جايه من المستشفى. سو اعذروني اذا حسيتوا الانرجي مالتي لو، بس المهم اخلص لكم هذا الفيديو. فيلا نشوف الغرفه. طبعا هاي الغرفه اللي قلت لكم عليها 820 هي سويت، فخلينا نكتشفها سوا. اول ما نفوت عندنا مدخل منا، اكو بنيه تجي ويا الغرفه هناك، وعندنا المدخل هذا. فتعالوا نبلش بهذا المدخل. اول ما نفوت يكون عندنا اول باث روم، لانه هي بها اكثر من باث روم. عندنا هنا طبيعي المرحاض، عندنا المرايه، وذس از قمر الطائي ام حسين. طلع لكم بالدرس. وعندنا هنا البانيو حتى ناخذ شاور. وعندنا طبعا هذا يبقى سؤالي الدائم، ليش دائما اكو تليفون بالحمام؟ الو، الاجواء اليوم ايجابيه. وعندنا شسوار، وعندنا يعني كل الاساسيات اللي رح نحتاجها بالحمام. يعني عندنا صوب، شامبو، قطن، ميك اب باند. واو حلو، حاطين ميك اب باند، حاطين التاولز، وحاطين معجون اسنان، وحاطين فرشاة اسنان، وليفه، ومشط. سو ليترلي كل شيء تحتاجوه موجود. يعني انا ما جايبه اي شيء وما رح احتاج اي شيء. عندنا هاي الاوفيس او الصاله. اوه ماي جاد، شوفوا ايش قد حلو. حاطين لي ضيافه، بربك صور. جايز جايبين لي كيكه حاطين لي عليها ويلكم قمر الطائي، وحاطين لي حلو سويت، وحاطين لي فواكه. ثانك يو سو ماتش. اسمعوا تجنن الكيكه. تعالوا نسوي فيك بيرثدي. يلا اكو جماعه ماكو جماعه. انيويز حاطين هنا حلو اجواء وفواكه، وحاطين عصاير. طبعا هاي يعني اشياء في اي بي، بس شوفوا انتم تكونون دافعين حق هاي الاشياء، فطبعا تجيكم في اي بي. هنا اكو قاعده، وهناك اكو تلفزيون حتى تشوفون نتفلكس، تشوفون يوتيوب. وهنا عندنا كرسي، وهنا عندنا كيتشن بار او كيتشن كورنر يكون بيه مي وكوفي ماشين، كوفي واكواب ونسكافيه، تسخين مي واكواب. فهنا حرفيا عندكم كل شيء تحتاجوه حتى تسوون يور ديلي كوفي. وهنا عندنا اوه ماي جاد، اسمع ما تحمل الدلع، جايبيني ورا. وهنا عندنا الاوفيس، يعني عندكم اجتماع في حال اني انسانه عندي شركه، او اني الشركه، اني اي ام ذا كومباني، اقعد هنا اسوي اجتماعاتي. اشتركوا بالقناه لانه باقي لنا كلش قليل ونوصل 4 مليون. هاي اول غرفه عندنا، هي غرفه الاوفيس. كلش حلوه، كلش كوزي. اقيمها 7 من 10. تفيد اذا انتم صدق، اذا انتم يعني اذا انت بزنس مان او بزنس وومن تسوون هنا اجتماعاتكم، تقعدون هنا تبعون تي في، اجواء نار. هسه تعالوا نشوف غرفه او السرير، يعني البيدروم. طبعا ويا الغرفه تجيكم هاي البيت. قبل نشوف البيت عندنا هنا باثروم ثاني نفس ما تشوفون. هنا وصلنا لغرفه النوم. انا متحمسه اشوف الفيو باي ذا واي، بعدني ما شفت الفيو. هنا عندنا السرير، وهنا عندنا المرايه نشوف بها اور اوتفيت. هاي المرايه مال اوتفيتس، لانه هنا عندنا الخزانه. الخزانه تجي 3 ابواب، كلش واسعه، وعندنا كل شيء نحتاجه. وعندنا مكوايات ملابس وعلاقات ملابس، وهاي مال كوايه. هنا اكو هم خزنه، تعرفون فلوسي هوايه. عندنا هذا التلفزيون، بس هذا يعني هو حسيت شيء تسليكي اذا حابين تشوفون شيء قبل النوم، بس هو صراحه مو واو. يعني انا انطيه هذا 5 من 10، قديم وصغيروني، بس هو لانه قدام السرير. وهذا السرير. صار وقت اهم فقره بالفيديو، اختبار السرير. جاهزين؟ 1 2 3. مريح. صراحة السرير حلو. أقيم السرير 7 من 10. تدرون ايش السرير اشتريته لبيتي؟ بيتي اللي راح أخلص وما خلص، وراح أسوي لكم إن شاء الله قريبا هاوس تور بيه، بس انطوني شوية وقت. وهنا عندنا هاي الطاولة، هنا غراضي تقدرون تقعدون بيه، تصفنون. هنا عندنا مي، والله عطشت. هنا هذا الكورنر مال الجنطة، بس أنا بعدني مو جايبة الجنطة مالتي. anyways اجى هسه أكثر بارت أنا متحمسة له، بارت الفيو. بعدني ما شفت الفيو، قلت لازم أشوفه وياكم. الفيو مال البارحة كان قوي، صح لا لا؟ الفيو البارحة كان قوي، فخلونا نشوف إذا الفيو هنا يستاهل أو لا. بسم الله. Oh my god! الله! Guys, I like the view. لا مو طبيعي. الفيو مو عادي. جايز الفيو مو عادي. هذا نهر دجلة، كل نهر دجلة مبين literally. وهنا عندنا شارع وجوا البول. هذا البول مال الاوتيل. صراحة I like the view. الشمس
مقابلنا كلش 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 واو. اكو احلى من هيك فيو؟ صراحه كنت متوقع انه الفيو يكون حلو بس لهالدرجه لا. اقدر اقارن هاي الفيو بالفيو مال البارحه؟ صراحه ايه، يعني فيو مال البارحه هم حلو ما نقدر ننكر، بس هذا واو. شوفوا بغداد ايش قد حلوه، شوفوا بغداد ايش قد حلوه. عندكم مساحه حلوه بالشرفه، كلش 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 حلوه. انا مو ماخذه غرفه عاديه، انا ماخذه سويت، سو هي تكون اكبر واحلى. السلام عليكم. مكتب الست مكتب الاستاذ حمد. وين مكتب السيد حمد؟ أنا كاتبة المشكلة. أنا حاليا عندي 3,900,000 مشترك. سو إذا كل واحد يشوف الفيديو هسه يشترك، ايش قد يكون باقي يوصل 4 مليون؟ 200,000 100 ها؟ 200,000 100,000. فأنا شو مشكلتي؟ هذول 100,000 يلا حبايبي متى يشتركون؟ نريد العلاج. هاي ماي لافز، وين رأيكم شعري؟ نفس ما قلت لكم انه اكو صالون بالاوتيل. بتخيلوا انه انا كلش تعبانه وما بي حل انزل بس عندي تصوير، فقلت لهم اكو روم سيرفيس انه دزوا لي كوافير من الصالون يسووا لي شعري، وفعلا دزوا لي روم سيرفيس، دزوا لي كوافير من الصالون سووا لي شعري. اي ريلي لايك ات. شوفوا ايش قد حلو. تلاقيت في شيء بسيط، رفعه بسيطه وصراحه يجنن، كلش حبيت. هسه رح اطلع من الاوتيل، عندي تصوير برا الاوتيل، رح اخلص ومن ارجع اذا سويت فعاليات رح اصور لكم، بس غالبا رح انام لاني كلش تعبانه، وان شاء الله حصور لكم الصبح البريكفاست مالتهم وشنو الاجواء مالتهم الصبح، حتى نكون سوينا الاكسبيرينس مالتهم كامله ونقدر نقيمهم تقييم من قلب ولب. شلونكم؟ شخباركم؟ شكو ماكو؟ هذا ثاني يوم بعد ما قضينا ليله اغلى اوتيل بغداد. حاليا الساعه 11 الصبح وليترلي لحقت على البريكفاست لاست مينت، انه انا هسه قاعده قلت خليني الحق على البريكفاست واطلبه على الغرفه روم سيرفيس. بس ما تشوفون هذا الفطور كلش حلو. طلبت اومليت ويا بندوره، جابوا لي وياه سجق، جابوا لي وياه توست، جابوا لي فول. اهم شيء عندنا شاي والاستكان. بعدني ما ضبط الريوق بس كشكل اقيمه 9 من 10. هسه رح افيق اي ثينك وراها رح تخلص تجربتنا ورح نسوي تشيك اوت من الاوتيل. هاي ماي لافز، رجعت لكم من الطيارة وخلصت سفرتنا للعراق تحديدا بغداد. نفس ما شفتوا قضينا ليلة بواحد من أرخص الفنادق ببغداد وواحد من أغلى الفنادق ببغداد. واجهت هواي مشاكل تصوير هذا الفيديو، اتمرضت بنص الفيديو، سويت عملية بنص الفيديو، ما قدرت اتريق بأول أوتيل، بس المهم خلصنا عن التجربة. وهسه أقدر أقول صرت جاهزة أعطيكم تقييمي الصريح والعنيف عن الاوتيلين اللي قعدنا بيهن ويا الفول اكسبيرينس. رح اعطيكم تقييم صريح، ما رح اكذب بولا حرف، والله هذا مو اعلان ولا شبك ولا اي شيء. رح اقول صراحه عن الاوتيل الاول اللي يعتبر رخيص والاوتيل الثاني اللي يعتبر غالي. انا حاليا بطريقي الى دبي، رح اوصل ان شاء الله ورح اعطيكم ملخص هذا الفيديو وملخص التجربتين بكل صراحه. بس والله اشوفكم بدبي. وصلت على دبي بخير وسلامة، وصراحة جدا استمتعت بهاي التجربة، بس أحب أخلي التقييم الحقيقي لكم. بالنسبة لي الإكسبيرينس كانت كلش حلوة بالأوتيلين. أكيد فرق الماديات وفرق البادجت كان واضح، بس الأوتيل الرخيص ما كان سيء، بالعكس كان أوتيل كلش حلو. والأوتيل الغالي هم أكيد كان يقدم هواي أشياء حلوة وتونست بيهم هم الاثنين. أترك الرأي الأخير لكم، كتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم بالأوتيلين، وهم لا تنسوا تكتبوا لي شنو حابين تشوفون محتوى بالأيام الجاية على قناة اليوتيوب. وبس لهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم وحبيتوا. إذا حبيتوا لا تنسوا تسوون لايك شير سبسكرايب. كانت وياكم قمر الطائي، أحبكم كل شيء هواية، وأشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. موعدنا كل جمعة. باي. You're used to having black or blue days.